النهاردة. حدوتة النهاردة هتعجبكم جدا. ده عن أسرة غنية جدا، والأب والأم على طول طالعين في التلفزيون من كتر ما هم أغنياء ومشهورين، والبيت بتاعهم زي ما انتوا شايفين في منتهى الفخامة، وشغال عندهم ناس ومعاهم طفل صغير. هم بس كانوا مشغولين شويتين عشان هم مشاهير وعندهم شغل كتير، وكانت الشغالة على طول أخدة بالها من الولد، بس هي ساعات كانت بترغي مع أصحابها وما بتاخدش بالها. طبعا الولد في منتهى الشقاوة بيطلع يجري ورا العربيات اللي بيحبها، وعمال يجري ورا العربيات اللي بيجري بيها اخواته، وفجأة لقى نفسه لوحده واخواته بعيد عنه بالعربيات بتاعتهم. الست طبعا ما كانتش شايفاه عشان كانت بترغي مع صاحبتها، وقعدت تلف حواليها ملقتش الولد. قاعدة تقول هو فين الولد، والولد تاه منها. دي مسؤولية خطيرة، والناس أغنياء أكيد هيرفدوها أو هيعملوا فيها حاجة، بس هم كمان مسؤولين لأن هم في حفلات مع ناس أصحابهم مش واخدين بالهم من ابنهم. الأب عرف إن ابنه مش موجود وقال لمراته، وطلعوا يجروا يدوروا على الولد. سألوا الشرطة إن هو يدوروا معاهم على الولد، وحكوا لهم كل مواصفات الولد، بس الولد كان تايه ومحدش لاقيه لسه. الشرطة كانت بتدور في كل الأماكن اللي كان متواجد فيها الولد، وبيسألوا كل الناس، طبعا محدش شافه. يا ترى الولد راح فين وتاه استخبى فين؟ الست دي كانت غلبانة، بس كانت ماشية لقت الولد في الشارع. قالت له مالك بس، انت مين اللي عمل فيك كده؟ قال لها انا جعان جدا. اديته تفاحة واكلها وكان مبسوط جدا، وروح معاها على البيت، وكان في منتهى السعادة ان حد واخد باله منه. طبعا هي اديته كل الاهتمام رغم ان هي غلبانة وبيتها غلبان، بس هي كانت مهتمية بيه، وكمان كانت نظيفة وبتأكله أكل حلو، وهو كان في منتهى السعادة. أخيرا لقى حد مهتم بيه الاهتمام الحقيقي. لقت وحمة في ظهره، وعرفت إن هو عنده وحمة ممكن تدله على أسرته، بس هي لسه بتدور عليه، وهم مش سايبين أي علامة عن الولد. وهم بيتغدوا في المطعم بيكتشفوا وبيسألوا هو ابننا فين. قالت لهم أنا ممكن أدلكوا عليه وآخد فلوس كتير. طبعا هي ما تعرفش أي حاجة، بس كل الناس عمالين يقولوا نفسهم ياخدوا الفلوس الكتير اللي الأب اداها لهم، وكل الناس عمالين يطلعوا أولاد في ظهرهم وحمة، وكل نفسه يبقى لقى ابن الراجل الغني عشان ياخد الفلوس الكتير. الأب والأم زهقوا من كتر الناس اللي هم عمالين يقولهم، وبعدين دول لسه قاعدين مستنيين، بس الأب من كتر ما هو زهق إن مفيش حد في دور ولاده مشى الناس كلها بما فيهم ابنه الحقيقي. الست زعلت جدا طبعا، وقالت خلاص أنا هربي الولد معايا، والولد كان مبسوط إن هو معاها لغاية لما الست كبرت جدا في السن وجالها خلاص المرض إن هي هتموت. وبعدين كانت عايزة تقول للولد ده حقيقة أهله، بس هي ما تعرفش حاجة عنهم. هو اعتبرها مامته بعد العمر ده كله، وهو لما كبر كبر على العيشة معاها، هو ما يعرفش أهله أصلا. كان طبعا جه الدور عليه بقى إن هو يشتغل عشان يأكل نفسه، عشان الست طبعا ما كانت هي اللي بتأكله. واخد بعضه وقعد يدور على شغلانة، ولقى بيت كبير وجميل. قال لهم أنا ممكن أشتغل عندكم؟ قالوا له طبعا، احنا عايزين ناس في التنظيف. وهو فعلا لقى البيت بيبرق من النظافة. قال أنا مين ده اللي عايزني ننضفه؟ سلم على الراجل صاحب البيت وقال له أنا موافق إنك تشتغل عندنا من النهاردة. أما البنت بقى قالت أهلا وسهلا، بس كانت مدبرة له حاجات كتير هنشوفها بعدين. الولد كان الصراحة مؤدب ومحترم جدا، وبينظف البيت على أعلى مستوى، وبيعمل الأكل وبيظبط الدنيا، ما كانش سايب حاجة. بس كمان ده كان بيعمل كل الحاجات دي بمنتهى السعادة، حاسس إن هو مبسوط إن هو قاعد في بيت كبير. أما البنت دي بقى فكانت عايزة تدبر له مقالب واضح جدا من أول يوم. وهو قاعد بيغسل الأطباق ندهت عليه فوق وقالت له تعالى أنا عايزاك تطلع تاخد حاجة من فوق. هو عمال طالع نازل بيلم الأطباق وبيلم الأكل، هي عمالة تطلعها وهو عمال برضه يلمها. هو مش عارف الأطباق دي بتيجي منين، بس هي المؤذية دي هي اللي بتعمل فيه كده. قاعد ينظف في البيت وهي عمالة مستقصداه. قالت أنا هرمي قشرة الموزة دي هوقعها من على السلم. وهو قاعد خلاص هيدوس على قشرة الموزة، الراجل نده الحارس بتاعه
والحارس هو اللي وقع. البنت كانت فرحانة ان هو وقع، بس لما طلعت لقيته الحارس قالت هو بينجو من المقلب ورا التاني. هو كان داخل يوضب الحمام للراجل، وهي افتكرته هو اللي جوه الحمام وطفت عليه النور. طلع الراجل هو اللي اتطفى عليه النور مش الولد. وبعدين هنعمل ايه في الولد ده مفيش ولا مقلب بيجي عليه. اما الام بقى كانت قاعدة تتفرج على صورة الابن وتكتشف ان هو ده ابنها. بعد العمر ده كله وبعد 15 سنة توهان اكتشفت ان ده ابنها. البنت بقى بتقوله لا خلي بالك ده راجل نصاب، يلا ندهوا البوليس عشان يطردوا من هنا، ده ولد نصاب وعايز يضحك عليك ان هو ابنك. والاب كمان طرده وقال له ما تجيش هنا تاني. سمع كلام بنته وافتكر ان الولد نصاب. الولد ما كانش عايز حاجة منهم، هو اصلا مش نصاب. هو شاف الام ماسكة صورته قال لها انا اللي في الصورة دي، ايه اللي غلط اللي هو عمله؟ البنت بقى راحت رحلة مع المدرسة وكان كل البنات متجمعين، كانوا رايحين رحلة عند النهر. أما في واحدة تانية كانت غيرانة منها، والبنات كانوا متضايقين من بعض. انتوا عارفين بقى هزار البنات مع بعض وازاي هما بيغيروا من بعض قوي جدا. المدرسة شرحت لهم هيعملوا ايه في الرحلة وازاي هيبقوا مبسوطين في الرحلة اللي بعد اسبوع. والبنات كانوا قاعدين ياكلوا ويتبسطوا ودي قاعدة لوحدها. فكرت انا ايه اللي ممكن اعمله، انا ممكن اكلم حد واعمل بيها مشكلة. راحت مكلمة واحد صاحبها وقالت له احنا لازم نعمل مشكلة مع البنت دي. البنت كانت رايحة مع الحارس بتاعها وراكبة العربية، والراجل التاني مشي وراهم. الظاهر هيدبر لهم مقلب جامد جدا. يا ترى هيخبط العربية ولا ممكن يعمل فيهم ايه؟ طبعا بيخبط العربية ووقعوا في النهر والعربية كانت هتغرق بيهم. والراجل خد بعضه ومشي وعرف ان البنت خلاص مش هتعرف تنجو من العربية. الولد كان معدي في الشارع راح ناطط على طول وشاف العربية اللي بتغرق، انقذ البنت من العربية وطلعها على الشط وعرف يفوقها على طول. طبعا ده جه عشان يضربه ويغرق البنت، بس طبعا الولد صاحبنا كان متمرن في الشارع كتير، ما سابش الولد التاني يضربه، بالعكس ده هو اللي ضربه وكان هيبلغ عنه البوليس لولا ان الولد التاني هرب وجري بسرعة. الولد صاحبنا وقع طبعا لان هو كان تعبان من كتر الجري ومن كتر الضرب. البنت لما فاقت ندهت الاهل وقالت لهم تعالوا انقذونا، وفعلا البوليس اخد الولد التاني. والاب والام عرفوا ان ده ابنهم وهم شايلينه، عرفوا ان في ظهره الوحمة اللي كانوا بيدوروا عليها من زمان. والام عرفت ان هو ما كانش بيكذب، ده كان بيقول الحقيقة. وبعدين لما فاق تاني يوم في المستشفى اخيرا اتلم على اسرته الغنية وعرف ان دي اخته، واعتذرت له الاخت والام عشان اللي عملوه فيه زمان.